النصر مع الإمارات. إذا ديارة سجل الهدف الأول للإمارات. نجح لوكا توني بتعديل النتيجة للنصر. سجل يونس أحمد الهدف الثاني لنادي النصر ومنح النصر التقدم على الإمارات. وليد عنبر أدرك التعادل للإمارات وجعلهما يتساويان بهدفين لهدفين. بعد ذلك أمارة ديانيه في هذه اللقطة يتخطى دفاعات الإمارات، يمرر الكرة لجمال إبراهيم الذي يضعها في المرمى، البديل الناجح لنادي النصر. ينجح النصر في أيضا مضاعفة الفارق إلى 4 أهداف لهدفين عن طريق نفس اللاعب جمال إبراهيم بكرة من منتصف الملعب يتقدم بها وينفرد بحارس مرمى نادي الإمارات يسجل بها الهدف الرابع. حبيب فردان يسجل الهدف الخامس لنادي النصر من كرة رأسية لعبت من ضربة ركنية. أخيرا حسنوف ينجح بتقليص الفارق لنادي الإمارات ويجعل اللقاء ينتهي ب5